سويت تصويت المرة الماضية وقلت لكم صوتوا إذا تبغون كرتون يمني جدا أو كرتون مغربي جدا، وإخواتنا المغاربة يعني شافوا أنهم فازوا بكأس العرب وهيك فحسبوا أنهم بيصيروا يفوزوا بكل شيء، لكنهم خسروا في التصويت فارق كبير. فيلا يا يمنيين نعطيها ضحكة الانتصار. ها ها ها. أوكي والله خلاص مرة أخيرة بعد. You can slap but can also stroke. يوميات طافش، كرتون يمني إرهابي تحسه قادم من أعماق الدارك ويب. كل فريم بهالكرتون أشبه بصرخة استغاثة من الكاتب. سوء الجودة بهذا الكرتون تحسه متعمد. والله لو أخلي أخوي الصغير يلعب ببلندا بيسوي تصميم أطلق من هذا. نحن ندين ليث كينج باعتذار. المهم خلنا نفهم إيش قصة يوميات طافش. أوكي، تتذكرون كرتون فشافيش اللي يحكي عن الحياة اليومية لأهلنا بالعراق؟ ففعليا يوميات طافش قاعد يسوي نفس الشيء لكن بشكل أسوأ. وبما أنه أهلنا بلبنان يعني الله يحميهم قاعدين يمرون بحرب وسوالف انقسام بالجنوب وهيك سوالف، الحين عندي سؤال، لو بدك تصنع كرتون أطفال عن اليمن ليش ما تخليه يتكلم عن كيف أنهم أصل العرب أو السالفة هيك، يعني هيك سوالف عن اليمن مدري إيش ثقافتهم أو شيء أي شيء، يعني ليش يعني خلصت عليك كل سوالف الدنيا وجاي مدخل سالفة الانفصال بالكرتون؟ برو حط كرتونك في طي. صح، سالفة طاولة. يب كنت بقول في الطاولة. ها كان هذا وشيك. المهم كالعادة خلنا نشوف شارة البداية. وبس بعد ما بحثت لقيت انه هالكرتون يعني ما في شارة بداية. ليش برأيك؟ لانه كرتون فاكين شيت. ومكانه وين؟ لا يا شيخ استغفر الله، بس لا، مكانه بالنفايات. ايش هذا التفكير القدري يا اخي، عقل شوي. المهم خلنا نشوف الحلقة الاولى. تبدأ الحلقة الاولى بمجموعة جنود محاصرين دول الشخصيتين، واحد الجنود يقول ده الشخص انه اجتنا اوامر لقتلك، بس لانه بيننا عشرة وهيك وحركات اصحاب يعني فاهم الوضع، بخليكم تمشون في سبيلكم. بس انت قاعد تصنع كرتون اطفال، اكيد ما راح تنتهي هاي اللقطه بانه الشخصيتين والجنود يتصالحون كل واحد يمشي في طريقه. كراتين الاطفال ما تكون هيك، اكيد راح يجي حمار ثالث ويقنصهم من بعيد ويروح الجنود لعنده والاخ يدرك انه جاب العيد فيعطيها الهروب نصف الرجوله. يروح الهطف الثالث يتخبى بواحد من الأزقة، بعدين يجي واحد ويقوم يهجم عليه، وبعد ما يكسر كل عظمة بجسمه بيدرك أنه كان خويه، فبعدين يتصاعد الوضع وتتحول الحلقة للحلقة السادسة من السيرك الرقمي لكن ميزانية ألعاب فيفا. ويت وات ذا فاك، انفجار مسوينه بالجرين سكرين، ما تعبوا حالهم حتى في صنع انفجار حقيقي، كانوا جابوه من اليوتيوب. الصراحه بديت انسى انه مسلسل يمني مشهور، بديت احسه مشروب الابتدائي لو كان في ماده حق صناعه انيميشن. المهم قائد الجنود دولي اللي في بدايه الحلقه يبدا يتخبى ويقنص من بعيد، وابغاكم تركزون على صوت الجري الاسطوري. المهم الجنود بعدها يمسكون واحد من المحششين كرهينه، وقائد الجنود لسبب ما بيخق على الرهينه ذيك ويبدا يعطيه الغمزه ذيك حقت تغزل وهيك يعني. بعدين احد الجنود يتمسخر على الرهينه، واكيد القائد ما بيرضى تنقال على حب حياته هيك. جالس تسمعنا؟ لا صدق شنو حصل التو؟ المهم خلينا نتابع. فالمهم بعدين يجي مشهد لواحد من ذيك الشله وهو بالمستشفى بسبب المعركه اللي حصلت قبل شوي في الحلقه، وتنتهي الحلقه. تبدأ الحلقة بمشهد في زنزانة بأحد سجون التعذيب، ونشوف فيها المهاتما غاندي بنفسه. ديم اليمن عندها احتياط لكل المشاهير. المهم يكون في شخص معطل قدامه ورجليه داخلين بالأرض لسبب ما، وعنده أكثر صوت رجولي بالكون. القذاق القلب وقاشا. المهم غاندي تجي دفعة أدرينالين ويروح عند المعطل داك ويقول له بدي أطلع، ويقول له المعطل في طريقة واحدة عشان تطلع، وهي أنك تتابع سام ستوديو. مين هم سام ستوديو يا ريان؟ سام ستوديو هم فريق صغير باليوتيوب ينزل محتوى بالغالب يكون متعلق بالكرتون، وفي بعض الأحيان مواضيع مثيرة ثانية. هم أول فريق عربي يتكلم عن كرتون مستر بيست، وأول فريق عربي كمان يحكي قصة الدببة الثلاثة كاملة. باختصار هذا الفريق خارج الصندوق فعليا، دايم يطلع لك أفكار رهيبة وفيديوهات أول مرة تشوف زيها. ففعليا لو بدك فريق يقدم أفكار متنوعة بأسلوب عفوي وغير تقليدي فلا تنسى تشيك على سام ستوديو، رابط قناتهم بالوصف وبالتعليق المثبت. تتذكرون ذاك الهطف اللي دخل المستشفى بالحلقة الماضية؟ حرفيا رجع لكن هالمرة بلحية، ويجي عشان يحرر خويه اللي خطفوه في الحلقة السابقة. المهم يفنش كل الجنود اللي بالخارج ويكمل مشي. يا شيخ ده قاعد يمشي ولا لما يوصل للباحة الأمامية للبيت يخش عليه واحد على جنب ويعطيه الضربة المغمسة بالزيت. أخونا بالله بحسب حاله يقدر يعمل كومباك ويقوم يهجم على العدو، بس زي آخر مرة بيمسكه ويعطيه ضربة يرجعها لبطن أمه. هليكوبتر. بعدين الجندي ينط فوق السماء ويحاول يرفس الأخ. How? I don't know.
بيجي ذاك اللي تم اختطافه ويعطي الجندي الضربة الكونية يخليه يطيح مرة واحدة. بس الرهينة ذاك خلنا نسميه علوان. ليش علوان؟ لأنه مبين اسمه يمني. إذا كنت يمني واسمك علوان اكبس اشتراك، وإذا ما كان اسمك علوان كمان اكبس اشتراك، يعني في الحالتين اشترك. والله مطفرين يا أخي. المهم ذاك الولد اللي مات بذيك المعركة حرفيا يعمل ريفايف ويصير معضل ويبدأ يقاتل جنود لابسين فساتين، وبدأ يطيرهم بركلة واحدة حتى وصل الأخير. بس لما اجى يقتله قام هرب وما لحق عليه. وبعدها ايش رايكم نسوي سكيب لهذه اللقطة؟ المهم بعد هذا الفايت تنتهي الحلقة. ما ادري ايش اقول على الكرتون غير انه السوء اللي فيه سيء لدرجة تحسها متعمدة. ما اتوقع في شخص عن غير قصد بيوصل لهذه المرحلة من السوء. ولو كان كرتون قديم كنا عذرناهم، بس يا شيخ ده نازل في 2017. كان في كتير كراتين عربية جيدة بذيك الفترة. فنصيحتي لليمني اللي سوى الكرتون لا فكرة ولا جرافيك، ما في اي شيء يستحق المشاهدة. والله انا شاهدته بس عشان اتمسخر عليه، وراه كذا تقرفت. المهم كان معكم ريان، واذا ما كنت مشترك بالقناة فلا تنسى تشترك، ما بقى شيء على التنزيل 1000 مشترك. وبس هذا كان كرتون يمني جدا.